تحية طيبة لكم محبتي ومشاهدي ومتابعي شبكة بورسيبة. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون استثنائية مع ضيفي صاحب مولدة من أهالي بابل المعروف بالسيد محمود الشطي، في ظل المشاكل اللي شهدتها محافظة بابل على وجه الخصوص والعراق على وجه العموم، وهو ملف التيار الكهربائي وتراجع هذا الملف وتراجع القدرة في التجهيز سواء على الصعيد الكهرباء الوطنية وأيضا أصحاب المولدات. مرحبا اهلا وسهلا بك، نشرف لقائك. الله يحفظك. الله يسلمك. سيد محمود، اليوم المواطن ناقم عليكم انتم كاصحاب مولدات، بما فيهم المتحدث، انا ناقم عليكم وكلش ممتعض من الاجراءات التعسفيه اللي تمارسوها بحق المواطن. تجهيز ماكو، انقطاع المولدات الاهليه، والمواطن ضحيه بينكم وبين مجلس محافظه. شنو الاسباب اللي خلتكم او بالاحرى وصلتوا لمرحله انه تطلعون في بيان وتهددون بتعليق العمل او اطفاء المولدات حال عدم الاستجابه من قبل الحكومه المحليه؟ شنو اللي يصير وياكم؟ احنا المواطن يمه، المواطن من يجي للمولده يريد حقه من عندنا. بالتاكيد يريد حقه. مو تمام، يريد حقه. انا اعطيك فلوس، تعطيني فلوس. الفلوس مقررها من قررها مجلس محافظه. نعم. زين، انت هسه ابو مولده وصرف لك غاز 15 لتر على الكيفي. نعم. وانت تصرف غاز اعدال هذا الموجود باضعاف الاضعاف. ومن تريد تروح تشتري تجاري، انت من تشتري تجاري، ترى التجاري مو بالسهل يجيك. اولا تجاري اذا اجاك واللزم اصبحت يصادر. زين ليش التجاره مو يجهزوكم؟ لا، دا يجهزوا له ما يكفي 15 لتر. 15 لتر يجهزك. شنو 15 لتر؟ بدي افهم هاي الكيفي الواحد. وانت مولدتك ايش قد مولدتك؟ مولدتك 500 كيفي. يعني كم لتر تحتاج؟ تحت ال 500 كيفي المفروض تسجل 500 كيفي. 500 كيفي تسجل 250 كيفي. هاي اول وحده. شنو السبب؟ السبب بالدوله، بالنفط. لا، اليوم اذا اكو مولده 500 كيفي، الدوله ليش تسجلها؟ تسجلها 250 كيفي، ما يعطوك الحجم مالتك، مستحيل. شنو السبب؟ سبب محمود، شنو السبب تقدر تسال دائره النفط. مو تمام؟ تسجيل النفط، ايش قد تسجيل النفط؟ احنا اذا نريد نضيف مولدتنا، انت تعرف هسه بكل منطقه يوم اكو بناء، اكو عمار، اكو ضيافه، اكو زياده امبيرات. مو تمام؟ اكو نعم. بيوت، اكو بيوت قاعد تنشطر. انت من تحكي علي، انا احاكيك هسه، احاكيك بالكهرباء، الكهرباء الوطنيه ليش صار هاللود عليها؟ بيوت انشطرت، مناطق انفتحت، قطع تقسمت جديد، دي مجمعات، يعني دي يحسبون حساب الكهرباء تصرف مثلا خلينا نقول 13,000 ميجا واط. تفاجئوا بالصيف الثاني الدوله دا احكي لك مو عن المولدات، تفاجئوا لقوا 28 الاحمال بعد ما تداركوا وصار عندهم اطفاء، اجوا المولدات نفس الحاله. ابو المولده بالمنطقه جاب مولده خلينا نقول 100 كيفي فرضا. نعم. زين، اجى للصيف حمل التخومو بمنطقتك وما تعطي كهرباء. اجى بناء جديد ورانا عندك 3 امبيرات، تقول له روح ما عندي اني. انت راح تضيف امبيراته، وين تضيف امبيراته؟ على اللود اللي عندك. صار عندك ماكينتك ما استحملت، قمت جبت ماكينه اعلى على مود ترتاح انت وما يصير عندك اطفاء. مو تمام؟ من جبت ماكينه اعلى، صرف الغاز صعد عندك من صعد عندك صرف الغاز، صعد عندك اسباب صعود الغاز واستهلاك الغاز. اولا احمال عاليه، احنا غصبا علينا نعطي المواطن. مواطن انشطر بيته بالنص، زوج واحد من ولده طابق الثاني. زين انت ايش مطي للمواطن؟ انت تقول لي غصبا علينا نعطي للمواطن، انت شنو اللي منطي؟ شلون نعطي؟ انا مطيه هسه كهرباء 18 ساعه بالخط الذهبي. الدوله هسه الخط الذهبي انتم فصلتوه؟ حبيبي، الخط الذهبي احنا اللي فصلنا، احنا اللي اشتغلنا عليه. احنا اشتغلنا بالخط الذهبي 18 ساعه من اجينا للمواطن. هسه امتحانات نصف السنه راح تجي على الابواب. نعم. عالم اكو عالم كبار وعالم تعبانه، ترى هواي عالم كلها مرضى. اغلب بيت بي 2 3 تلقى واحد بي مريض وبي تعبان. مو صحيح؟ زين، احنا من نجي للبيت ونريد نعطي كهرباء على تشغيل الدوله. انتم الدوله كدوله مو تمام، من حسبتوا التشغيل للخط العادي. انا اخشك على الخط العادي. الخط العادي حسبتوا ساعتين من 12 لحد المغرب، تشغلون ساعتين. انت شغل لك ببيتك انت مقابيلي، واشغل لك 4 ساعات. اشغل لك 4 ساعات من المغرب فما فوق، والاطفاء دا يصير 4 ساعات هسه بساعه.
او ساعه ونص، خاف اطلع انا هم كذاب. 4 ساعات شغلت لك اثنين من 12 للثنتين، عفتك من الثنتين للخمسه. صار الاذان شغلت لك 4 ساعات، 5 6 7 8 التسعه تقول لي بيهن وطنيه، انا اقول لك ما بيهن وطنيه. اجتي بغيت طافي من 8 من 9 لحد 12 بالليل، انت خلصت ساعاتك وقعدت. اجتك العالم الخيره. احنا ترى المولدات والمناطق احنا ما علينا بهذا اللي يكتب واللي يسوي واللي يغلط واللي يسيب. اكو ناس عندنا خيره نستحي منها. يعني هسه تطلع انت مو بمولده، تطلع تروح تقعد لك بمنطقه، من راح تصير بمنطقه قعدت ايجار، ما راح يصير عندك علاقه بابو المحل، شيء طبيعي يصير بالتاكيد. زين ما تصير لك علاقه مثلا بالمختار، شيء اكيد. تصير لك علاقه ب4 جوارين منها 5، يعني معقوله هيك ابو المولده غاسل وجهه ها وما يشتغل هاي العالم الخيره؟ زين ليش ما طلعتوا من البدايه؟ من البدايات احنا صار سنوات وهذا الموضوع ده يتكرر في كل موسم. رحم الله امك وابوك. والعالم ده تطلع وتحكي عليكم وتتظاهر عليكم ولحد الان ماكو حلول. تتظاهر علينا العالم. تدري بادق التفاصيل مال المولده؟ اي سولف لي، اعطيني ادق اسولف لك أدق. انا ما اريد تبريرات، اريد حقائق. لا اعطيك حقائق، اعطيك حقائق. والحقائق يا ريت تطلع لجنه من الكهرباء ضامه راسها الكهرباء ضام راسه. تدري انت يطي ساعتين وضربوا فيوز 11 بالمحوله، وقع سلك بالمحوله، يطلع ابو السياره على كيف يدور حق عامل الكهرباء. انا من الناس اخاف عليه، مو تمام؟ يطلع هالساعتين، هاي الساعتين المردت طفت الكهرباء. من طفت الكهرباء المواطن شو يسوي؟ ما يشيل التليفون على ابو الكهرباء الوطنيه، لان الخط مال الصيانات تلقاه لو مشغول لو مسدود. انت هسه ببيتك اطلب سياره الكهرباء، قل عند المحول ضربت، يجيك بنفس اللحظه تسال لك جاوب. مستحيل ما تصير هاي. شو وقت يجيك؟ ورا ساعتين 3. زين ليش من ابو المولده الخط مالك قطعته الحفاره، وهسه كلها اعمال حفريات، قطعته الحفاره خابره من البيت. احنا ما عندنا مولده من البارحه، خلى على اعتبار البارحه. زين مطرت الدنيا، زين هذا العطل اجى العامل مالتنا. ترى العامل الكهربائي ده يجي من 8 الصبح يروح ب 12 بالليل، ومرات اني شخصيا ب3 بالليل وب2 بالليل وعندي شهود. تحترق بوكسات ودنيا صيف، نطلع بالليل عندنا جوزات عتيقه نشطلهم شلون ما كان، نشغلهم ونرجع نقول خطيه ده نشتغل من ذاتنا. احنا مثل ما المواطن اكو واحد يمدحنا، احنا هم عندنا ابو مولدات اكو 2 3 4 ما يتعدون ال10 بهاي محافظه بابل كلها. شويه تعاملهم جاف ويا المواطن. احنا ما نحسب دول ال10 ال 2800 مولد. انت بالتالي سواء 1 أو 10 أو 2 أو 5 انت بالتالي ملزم تقدم له خدمه. طبعا انا كمواطن فشلت الحكومه على مدار السنوات في تجهيز التيار الكهربائي الوطني. تمام. رغم انه بابل اعتقد الساده اعضاء مجلس محافظه اذا الموضوع تقول متعلق يمهم او محصور يمهم، يعني قضيه المولدات والملف بالكامل التسعير كله يمهم. كله يمهم. من اللي يجهزكم بالوقود؟ اللي يجهزنا دائره النفط. التجهيز من النفط. احنا وفق قرار مجلس محافظه. احنا شوف شغلنا كالتالي. احنا القيم مقام يحاسبنا في حاله اخذنا اجور زايده، في حاله ما شغلنا، في حاله عطلنا. الاخوان متفهمين بالقيم مقاميه. يعني انا هسه من ضمن خبرتي وصارت عندي اول ما تعطل عندي مولده، يعني ذيك مره انا عندي السانده عطلت قامت، شغلت الثانيه قامت، اثنين قامت. ومع العلم انا جايب مولدات صديقه للبيئه بيركنز، كلهم بيركنز وكتر، كل مولدات بلادي. اكو بلادي واكو طبق، انا ما احكي لك بهالموضوع هذا، مو تمام؟ احنا المولدات مالتي تعطل الصح، انت سياره تجيبها جديده تشغلها باتري مالها قاعد. المولده شنو هي محرك وتوليد. اكو شغلات نقدر نصلحها، احنا نقعد. احنا بالنسبه لنا المولدات الكبار المناطق الكبيره، احنا الكهربائي شارطين عليه شرط نص الليل يجينا ابو التصليح. الفيتر نفس الحاله، يعني ومن نجيب فيتر نجيب فرق مال فيتريه. الخبره صارت عندنا خبره كلش قويه بشغل بعمل المولدات. بس احنا المواطن شو يريد؟ المواطن نفسيته تعبانه. اكو ناس يعني تجي يزهق عصبي، لازم تتحمل الكبير بالعمر، تتحمل الشاب،
المواطن حقه عليكم، انتم ما مجبورين أخي اليوم تدخلون بهذا أخي المجال إحنا اذا انتم ما مضبطين اموركم ويا حكومه محليه او توفير الوقود لكم. شلون تدبر اي سولف لي شنو المشكله اللي على الحكومه؟ المشكله على الحكومه، كل المشكله بالحكومه. اي سولف لي، اعطيني اردفتيه مان اليوم كمواطن، اردفتيه انطيني 500 كيف التوليد مالتي، تعطيني 500 عليه الغاز. ايش قال لي على المفروض بالشهر يعطيك اذا 500 كيفي؟ منو 500 كيفي؟ هو الحصه اللي يقررها، مو اني ما اقدر، لا اني ولا ابو النفط القرار. انت اليوم عندك مولده 500 كيفي، الله يخليك استاذ زيد اسمح لي تفضل. عندك 500 كيفي كمولده مولد الطبيعي طبيعي، ايش قد المفروض يجهزوك وقود كم لتر؟ يجهزوني 45 لتر على الكيفي. على المجموع الكلي المجمل الكلي من الوقود ايش قد؟ مو اني استاذ زيد اسمح لي هسه اجيك موضوع الوقود. موضوع الوقود اللي تحكي عليه اللي يصير كالتالي، اني ما ادري ايش قد راح اشغل. خلينا نقول 6 ساعات يوميا. لا ما تجي، يجوز مستعدله تحزرها 6 ساعات، تحزر 18 ساعه انت. ليش ما احزر؟ ابو الكهرباء المفروض على تواصل ويا مجلس محافظه، هم متواصلين، شي يدز برقيه غلط، راح شو يقول لهم؟ يقول لهم بويا راح يصير التجهيز عندي هذا الشهر هاقت. هذا الشهر نهائي تجهيز من الوطنيه ابد ما منتظم، يعني اذا تجي ساعه وتطفى 4 ساعات. زين 15 لتر للكيفي ايش قد يمشيك؟ شو يمشيني؟ الحصه اللي تستلمها حاليا، الحصه 7 ايام هسه الحصه حاليا دا تستلمها انت من مجلس محافظه 7 ايام المقرره، ايش قد العدد الكلي مال اللتر؟ مال اللتر 15 كيفي على اللتر الواحد، على الكيفي الواحد. ايش قد المجموع؟ كم لتر؟ المجموع نضربها 15، هذا لازم اضرب لك اياه بالحاسبه. كم الف لتر يطلع؟ بعد 4000 5000 يعني بهالحدود هذا. وانت ايش قد المفروض تحتاج لمده شهر؟ انا احتاج بالنسبه لي هسه عندي مولدتين بموقع واحد، انا احتاج بال1000 ونص 1750 باليوم الواحد. باليوم الواحد 1000 ونص لتر. 1000 ونص لتر، وهم ينطوك 4000 و5000 ما شهر كامل. ما شهر كامل مو مشكله. هذا احنا وقفنا قلنا ظرف دوله، ظرف اطفاء، ظرف شيء. روح اتجه للتجار، اشتري من التجار. اشتريت من التجاري. خلينا نطلع انا وياك هسه ناخذ سياره من هذا الزغار ملكيه ونحط بيها غاز ونطلع بالتجاري. دا يطبوا لنا الغاز بالبوقه. يعني ما فهمت، يعني شنو تطلع؟ يعني اكو منع على التجاري؟ طبعا ممنوع. زين المنع شلون اجى؟ اذا لا الحكومه المحليه تنطي، مو الحكومه ما تجهز لك ابو الغاز اللي يجيب لك تجاري ويبيع لك، اللي يبيع لك غاز يخاف تلزم عنده سياره بالطريق، ما بي لا ورقه لا قلم، وانما هو مثلا ابو تريله عنده فضله مال تريله مالته، عنده تريلتين لمهن وجباه حل ابو المولده. ابو اللوري لمهن وجباه حل ابو المولده. من يستهلك اكثر؟ ابو المولد اكيد. مو تمام؟ اخذناها من هذا اجلنا بالدرب، صادرا استاذ وتصادرت سيارته. حكيت انا باللقاء مالتي قلت لهم عمي انتم ليش هالشغله هذه؟ الغاز بالزيخانه راح اسهلك اياه على المواطن، اسهلك اياه وبسطك اياه وبدون مشاكل. راح اروح هسه مثلا محطه مرجان، انا ابو مولده عندي كيه وعندي سياره فيها مواصفات الامان، خاف يقولون هي تصير وهربدي ومدري شنو. نعم. زين ارد اخذ الغاز منها، تعطيني باج، اعطيني هويه، سوي لي كتاب. اروح للبنزيخان اخذ الغاز ب 400، احط له عليه نقل 20 دينار، مو تمام؟ يصير ب 420. جبت المولدتي انا بهالحاله سويت، لا صعد سعير ولا اتاخر بساعات تشغيل، وغاز النظامي. هسه تقول لي غاز، اسالني على غاز النظامي. غاز النظامي كالتالي، انا مولده بيركز انجكتر ضغط دهن، الانجكتر ب 1200 دولار تجفيدته، ما وصلت وياك الفلوس المولدات. 1200 دولار تجفيدة الانجكتر اللي هي منين؟ من الغاز الوسخ. غاز الوسخ تانكي زنجار. الغاز الوسخ اللي اذا تستلمه من الدوله لو تشتري تجاري؟ لا اشتري تجاري. اي اذا انت اللي صاحب المشكله، انت اللي بدك توقع روحك بهاي المشكله. زين اعطيني مال الدوله. ليش ما تعطيكم الدوله؟ انا هسه لحد الان انا ما فهمت، يعني ما وصلني جواب من عندك انت صاحب مولده. التقنات تروح، يعني انا اقول لك احنا هذا كلامنا موجه لمجلس محافظه، اذا راح يجي عضو مجلس محافظه ويشرح لنا اللي يصير مو مشكله. هذا استغلال للمواطن سواء من عندك اذيه المواطن. هاي اذيه المواطن يتحملها مجلس محافظه. ما اقدر اقول لك انا فلان جه وفلان جه وفلان جه،
انا لا من تدخلني المسؤول؟ لا تدخلني انت اخذ من كلامي سيد محمود اخذ من كلامي. من المسؤول على تجهيز الوقود؟ تجهيز الوقود مجلس محافظة. النفط. من اللي قرر؟ اللي يقرر زياده الكيفي النفط. مو تمام؟ هي انا ايش قلت لك؟ انا قلت لك القيم مقام. بعد لجنة الطاقة شنو دورها بالمحافظة؟ اسمع، لجنة الطاقة اسمح لي، احنا مسؤول علينا القيم مقام، مسؤول علينا النفط، مسؤول علينا المحافظة، مسؤول علينا المجلس. هذني 4 حلقات. انا ما اقول لك من مسؤول علينا، لان اني التاف منا قيم مقام، منا مجلس محافظة، منا المحافظة، منا لا. من اول انتوا اجتمعوا دزوا على ابو النفط، مو انا ابو المولد ادز، مو انا مسؤول بالمحافظة، لجنة الطاقة تعال يا ابو النفط، تعال يا ابو القيم مقام، تعال يا ابو المحافظه، تعال ابو المولده. حكينا عليه وقلنا له ايش قال؟ انا الغاز ما يكفيني. هم دا يعطون غاز فقط للتشغيل العادي. مو تمام؟ احنا يكفي التشغيل العادي الغاز؟ للعادي ما يكفي والله. 6 ساعات اضرب لك اياها هسه 6 ساعات في الساعه 6 ساعات في اللتر 15 لتر 15 لتر في 30 اضرب لي اشوف ايش قد تصير. واقول لك مولدتي ايش قد تصرف، واذا ما صدق مولدتي ايش قد تصرف، خلي يطلع من موظف من المجلس او من النفط، يجي نحط له جليكانات ويجينا وقت الذروه اللي هي دائما صلوات على محمد، تذبح علينا دائره الكهرباء، تذبح علينا الذروه، تنزل احمالها وتجينا احنا هم عندنا ذروه. وبالمناسبه انا من احكي لك كهربائي او يسمعوني المختصين بالكهرباء، حمل الشتاء بالكهرباء ازيد من احمال الصيف. هسه راح تقول لي شلون؟ السبلي طفى ما طفى، السبلي تشتغل تدفئه. شو انضافت له؟ انضافت له صوبات كهربائيه، كل بيت 3 صوبات كهربائيه، الصوبه الكهربائيه 9 امبيرات، 9 الى 10، واذا رجست تعبان راح تسحب بال 15. حتى اذا تقول لي على احمال سواء بالصيف بالنهار، انتم احمالكم او الفولتيه اللي توصلنا احنا كمواطنين تعبانه. اجيك بالتعبان. هاي هم يم مجلس محافظه لو يمكن مشكله. اجيك بالتعبانه. هسه احنا على حي مالتك المولده بعد كيلو وما قصفت ابو المولده. ايش قال لك؟ قال لك اريد اشيل مولدتي، ادي انصب مولده بالاخير. لا حصل قاع ولا حصل موافقه ولا حصل ولا قدر يشطر المولده مالته. بالعكس ترى ابو المولده اذا شطر المولده مالته بالنص تدري ايش راح يصير؟ هسه حاجيك على مستوى الكهرباء. قبل اني اتذكر انا رجال كهربائي، كانت الصوب الصغير قريب على يم بيتي، كانت بس المحطه مال سالو القديم. هسه انشطرت النيل وانشطرت البكر لي 4-5 محطات، توسع سكاني. مو تمام؟ زين ابو المولد باقي بهذا مكانه من بدل اطفال لحد هسه. انتوا شنو عاجبكم المسبه مال العالم؟ غير تخلون فد حد، غير تخلون فد تطلعون للناس تفهموهم. انا واحد كمواطن البارحه جاني ابو المولده، خلي اسولف. اجاني ما اعرف يعني من منطقتنا صاحب مولده، قال يابا عندك خيارين. قلت له شنو؟ قال لو تتنازل عن الذهبي وتوقع حتى ما اروح اشتكي عليه طبعا، او تلتزم وياي باللي اتفقنا عليه كاصحاب مولدات وكمنطقه، انه يجهزني 3 ساعات الفجر من 5 ل 8 ويرجع يكملني 2 ساعتين بالظهر و4 ساعات. هذا انا اريد اسالك، ما جت الوطنيه، صار خلل بالوطنيه، وقعت الابراج، صارت مصيبه، صارت حاله طارئه، اي كان كهرباء ماكو، شلون مو مشكله تعيشنا على الساعات. ملتزم وياك انا. هسه انت عندك سياره طلعت بيها من هنا لاربيل، ما وقفت بتدوس بردت سيارتك؟ ابردها وافولها. مو تمام؟ نعم. زين المولده شنو هي؟ محرك، سلف، داينامو، باتري، راس توليد، قاطع، شبكه، جوزه. مولده اذا اريد اعدد لك اياها هسه اعدد لك 25 30 قائمه، هذه كلها. طيب المواطن ما يدورها، يقول لك هاي كلها تعرض. المواطن يقول لك بالتالي سيد محمود، بالتالي المواطن من يجيك يقول لك انا اذا انطيك فلوس توفر لي كهرباء، اذا انت مو على قدر المسؤوليه بتوفير الكهرباء ليش تاخذ مني فلوس؟ وليش جيت دخلت بهذا الكلام؟ زين ليش المواطن من تصير ازمات والكهرباء تسوى المواطن يحكي
ومن ابو المولده يتاذى ابو المولده يحكي. وانتم ليش فتره الكفاف اللي زينه يوصلكم بالتيار الكهربائي ما تطلعون توضحون؟ ماشي. وليش ما تخزنون غاز؟ نوضح علما المواطن ها المواطن ضحيه بينك كصاحب والده وبين مجلس. شلون نوضح المواطن؟ انتم السبب بالاعلام. انتم ما طلعتوا تحكون. لا السبب انتم ما طلعتوا تحكون غير لحد السبب بالاعلام. جيتوا للمولدات انتم الاعلام مع احترام وتقدير لكل الاعلاميين. احنا نقلنا مشاكلكم صار 3 سنوات. نقلتوا بس مشاكل. ما سمعنا هذا الكلام من عندكم. شنو ما سمعتوا؟ كان كلام واحد انه الحصه دا تجينا من مجلس محافظه غير كافيه وهذا. احنا ما نعرف هاي المشاكل شنو. المشاكل بدنا نعرف انه الكيفيه ايش قد تحتاج، بدنا نعرف حجم التجهيز او كميه التجهيز الواجب على الحكومه توفرها لكم. انا هسه بديت وياك من الاول ابتدائي، مو من الاول ابتدائي من الروضه. دا اقول لك دا يصير ماكو تنسيق بالكهرباء. الكهرباء لو تجي تقول لنا يابا ترى تدري انا بمصادري انا يوميا الصبح ما اقول منو اخابر يابا اليوم عامل بالكهرباء مثلا سين صادع عندي علاقه بي، اقول له ها بشر اليوم التجهيز ايش قد؟ يقول لي 4:30 بساعه ونص. شلت التليفون على العمال قلت لهم بويا ترى اليوم 4:30 بساعه ونص. خوش احنا ماكو شبكه، اكو فد نشر لابو الكهرباء ينشر يقول يا اصحاب يعني المولدات. سيد محمود اللي افتهمه انه دائره الكهرباء بالمحافظه مدى توصل ساعات التجهيز الحقيقيه لمجلس محافظه، حتى على ضوءها مجلس محافظه يقرر حجم يعني كميه اللتر اللي يصرف لك اياها وساعات التجهيز والتسعير. وتوصل مغلوطه. والدليل انا ما تم مجلس محافظه ولا تم الكهرباء، بالدليل تسعيره بدها تجي. يعني سعرونا وكملنا نسد الغاز الايراني. المفروض المسؤول يطلع يابا نظرا لاستياء التيار الكهربائي نزلت التسعيره هاقد، احنا راح نضيف حصه نفط زياده يا خليج. ومثل اشهر سووها من ضافوا لنا 5 لترات او 6 لترات بسابق بالاشهر الباقيه ضافوا لنا غاز. عرفت خي يضيفون لنا غاز مجاني ما نريد. غاز مجاني اعطونا 200 مو 200 عوفوا ال 200 عوفوا ال 400. انتم وفتحوا لنا بنزين خانه وقت ما ابو المولده يحتاج. ترى ابو المولده لا يتاجر بالغاز ولا يبيع ولا يسوي اي شيء، مجرد حط له 5000 لتر احنا هم نخاف من الانفجار، نخاف من الحرق، نخاف من كل شيء. شغالات بهن غاز وعنده 5000 لتر احتياط. معامل زيت هذا المخلفات الزيوت اشتغلنا عليه. مخلفات الزيوت اللي هي المنتوج احنا نصيح له وينه؟ عندنا معامل زيت بن علي مسدوده. بس الخبر مالتي مال مسدوده مو اكيد، سمعت خاف يقولون هم تنحسب عليه. هاي تساعدنا تنتج منتوج اصفر يعادل الغاز، نقدر نشتغل عليه. هم ناخذه بسعر ولو صعد سعره اعلى من الغاز واعلى من التجاري، نقدر نشتغل عليه. اكو مكاين عندنا مو مكاين تشتغل على هذا، نجيب هاي المكاين ونشتغل. وبالنسبه سؤالك على الكهرباء، احنا هسه عندنا فتره تستقر بها الكهرباء اللي العالم الصيح اليوم ما طفوا وما شغلوا واخذوا هاقد. عمي ما شغل واخذ هاقد، راح جاب محرك جديد، راح جاب راس توليد جديد، نزل اكو عده اختناقات بالشبكه. هذا البوكس عليه مثلا 50 خط، راح مد ضفاير جدد، بدل البوكسات، صوت صيانه. المواطن ليش ما يحكي على نفسه من اجي القى البوكس مكسور والقى الجوزه مفوله، لو اجي القى الواير فوق. هاي فوضى هاي تضرب المولدات والاسلاك وغيرها. هذا ان كلها البارحه انتم لو البارحه طلعتوا سويتوا بيان البارحه ايش راح يصير بعدها؟ المواطن ايش راح ياكل له من صدمه جديده؟ والله المواطن ما ياكل صدمه جديده، لان احنا صدرنا البيان وجتنا العالم قالوا امتحانات. على عيني وعلى راسي سيد محمود، مو تمام. انت تقول غاز ما يكفي وتجاري ما يخلون يشتري، وجدتك العالم تقول عندنا امتحانات. انتوا البيان اللي طلعتوا به راح يفيدكم مجلس محافظه؟ مجلس محافظه راح يتحرك، راح يوفر لكم الغاز. سمعوا مناشدتنا هم
وصلتهم يعني انا اللي ادري به شفت البيجات كلها ناشره ناشره، وصلتهم واكيد اكو فريق رصد المجلس محافظه ويتابع ويهتم بامور المواطن البادئ ويتابع. قبل ما اجيك لهنا رئيس الرابطه ابو شهد الله يعطيه الصحه والعافيه خابرته قلت له من البيان لحد هسه الرابطه ما رادت تسوي هالشيء. قال انا مليت وتعبت. استجابوا؟ ما حد استجاب. ما خابروا رئيس الرابطه؟ ما خابروا ابد لحد هاللحظه، لحد قبل ما طب يمه. ايش راح يصير بعد البيان؟ بعد يطفون؟ بعد البيان قسم ما اللي ما قدروا يطفون، اللي ما قدروا وما عندهم امكانيه طفوا، وقسم قال لك اني اتحملها شلون ما كان، اتحملها حتى لو اخسر، بس انا ناسي واهلي وقرايبي ومولدي على منطقتي، انا بالمنطقه واستحي من العالم، وقلت لهم اخسر مشوها. في حال دائره الكهرباء صدرت كتاب المجلس محافظه وقالت نحتاج يوميا تجهيز 6 ساعات لاصحاب المولدات، مو مشكله. ايش قد يكفي الغاز؟ الغاز اذا صدقت دائره الكهرباء مع المجلس، اذا صدقت على 6 ساعات ايه نحسب احنا ايش قد نضرب 60 لتر في 6 360 مو تمام؟ 6 في 6 36 360 لتر في 30 هاي باليوم الواحد 3600 ب 3600 ب 3600 9 1 و200 11 و800 مو لو 200. اضرب لي اياها بالله مصور اضرب لي اياها. اضرب لي اياها اذا 6 ساعات 6 ساعات باليوم ايش قد تحتاج؟ بالساعه الواحده 60 لتر. اضرب 6 في 6 36 يعني 360 لتر يوميا في 30 في 30 اذا تجهيز 6 ساعات 6 ساعات اضرب ايش قد يطلع مصور؟ 10800 10800 اضرب لي هسه قد يطو 6 في 15 في 30 حاليا يعطوك 15 لتر. هاي على العادي 2700 ناقص 2700 ناقص ايش قد؟ ناقص اللي قلت عليه هسه 6 ساعات 6 ايش قد؟ 10 وشويه 10000 ايش قد نقص؟ 8100 8100 راح تشتريها ضعف السعر. يعني انت هسه دا تستلم على مال العادي- 6 ساعات العادي ما يكفي. العادي مو على الذهبي اي دا تشتري يعطوك 2000 خلينا نقول و800 وخلينا نقول 3000 3000. وترجع تشتري 8000 سوق سوداء. 8000 سوق سوداء. يلا يكفيك يلا يكفيك النهاري النهاري مو الذهبي. ال6 ساعات. عندي حلان. شنو الحل عندك؟ حل العدي. شغلتكم انتم عوجه يعني ما يصير. لا مو عود مو صوتنا يا اخي احنا اعرف إحنا شغله العالم شيء علينا. مرتبط بشيء. شوف هسه انت بدايه الحلقه قلت لي اتحملني. بدايه الحلقه تحملني سيد محمود انا الناس تنتظر. انا يوميا ابو المولده طالع البيان ابو المولده علق العمل ابو المولده طفى. اسمعني انا قلت شخص ده يحاورني تحملني فكيف ما انا متحمل 1000 عائله و1000 واحد يخابرون تليفوني مفتوح 3:30 4 بالليل تليفوني امراس. عرفت شلون؟ مرات اركب سيارتي بالليل شغل دار جو بارد. هاي الفتره يعني باتريات طقت. عرفت شلون؟ بالليل ايش قال لي؟ شغل مشغل قال لي باتري طق بالثنتين بالليل وين تروح؟ رحت على غير مولده على غير موقع جبت باتري وشغلته. عندي مولد احتياط جبت باتري وشغلته بالثنتين بالليل. والله انا تسد موبايلي وانام يبقى المشترك للصبح. ليش؟ العيب. شوف احنا اذا الغيره مالتنا ما مشتنا على الاهالي فلو تحط سيف على رقوبنا ما نشتغل. بس كل من يشتغل بحليبه وبغيرته. ايش ما تشوف انت بيتك بيض وعائلتك عندها كهرباء ومرتاحه. شوف المشترك مالتك. شوف المشترك مالتك. احنا هدفنا اكو ناس تدور باده. بس صدقني اهل المولدات مال الحله كلهم يدورون الخلاص هسه. انت تقول لي تبيع موقع تعب عليه ودم ليش قلبه. اللي تحسب عليك الحكومه؟ منو؟ تجهيز. 430 اعتقد تجهيز. اذا الحكومه وفرت الكياب 700 راح يصلح الحال؟ اشتريه. اذا ب 700 لتر 700 اشتريه. اكو منفذ تجاري ب 700 بس ما نفذوه. يعني هسه اذا مجلس محافظه اصدر قرار ببيع الغاز او الوقود لاصحاب المولدات مقابل لتر الواحد 700 رحم الله. ابو المولد هنا راح يرتاح. راح تقول لي شلون يرتاح؟ اللي كان يبيعنا اسواق سوداء من رحت للبنزين خاناني ايش سوى؟ على مود ما يبور عليه الغاز نزل لك 600. عرفت شلون؟ انا اروح اجيب 700
اشتري ب 700 بس هذا من اجى عرضه ب 600 اصبح الغاز كله نزل. زين من ينزل الغاز تنضر المصالح. وما اقول لك مصالح منو يعني؟ ما اقول لك مصالح منو. اصحاب المحطات ما اعرف، ما اقول لك لا فلان ولا علان، لا تاخذ من عنده حكايه الحسب عليه. مو تمام؟ شوف من لا مو توقعني مو توقعني. انا ناقش مشكله اريد اوصلها. استاذ زيد انا شريد من الدنيا، انا رجال تك رجل صحه وعافيه مو تمام، وانا المفروض ما اشتغل، عندي راتب تقاعد وما اشتغل مو تمام، بس انا تكويني ووضعيتي انا غلبت هالمكان هذا واشتغلت اعدال 100 رجال، اعدال 100 من دول اللي قاعدين وساكتين يدورون اللقمه. انا البارحه طلعت على الفيس قرأت البيان، وهذا البيان بجيبي، هاي الورقه مالته مال المولدات. تدري ايش قد انسبيت وانشتمت؟ قرأت ضحكت عليهم. والله اللي يسب خليه يجي يوقف، خليه يحط العكازه بيده ويمشي له مترين. سيد محمود المواطن ما كانت متوضحت له هاي الصوره. هسه الصوره حبيبي الصوره ان شاء الله بعد هاي الحلقه توضيح الصوره منك هاي ومن الاعلاميين الباقيين. هاي الحلقه توضحت الصوره للناس، وان المشكله تكمن بين الكهرباء ومجلس محافظه والقيم المقاميه. فهذه الحلقات دورهم رقابي، قيم مقاميه واضح اكيد تصدر كتاب للمجلس محافظه تحاسب وتنطي اشعار للمجلس محافظه انه يابا ترى اكو هيك خلل دا يصير لازم نلقى صورتها. فبالتالي بما انه بابل الساده اعضاء مجلس محافظه من خلال اللقاء وهذه الحلقه انا وياك نوصل لهم رساله بجوز غافلين عنها، انه بابل تمتلك اكبر محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمدينة عاجزة عن توفر بها التيار الكهربائي الوطني. لذلك السادة أعضاء مجلس محافظة بابل، بس نقطة تفضل قبل ما أختم. قبل ما تختم، احنا عندنا كهرباء ساعتين بساعتين مو تمام. إذا المحولة ضربت بالفرع أنا شو يصير؟ 4 ب2، 4 ساعات تشغل ب2 المحولة عاطلة مو تمام. استجابتي انا اللي احكي بالكهرباء، ليش انا استجابتي سريعه للمواطن وانت يقطع التليفون تليفونك مسدود؟ هذا الملف شائك وعقيم مال الكهرباء. عدد السيارات الصيانه قليله وما تتناسب ويا حجم الاعطال والاسلاك المتهالكه مال التيار الكهربائي، وهذا الملف يعني من 2003 لحد يعني انا هسه اقول لك دائره الكهرباء 1000 موظف بها 10 يصعدون اعمده، 10 يصعدون أعمدة. مثال هذا مو باكر ياخذوه عليه، 10 يصعدون أعمدة ويصلحون عضلات، والباقيين كله حاسبه ومكتب. أنا هذا اللي أدري به سيد محمود وشايفه وما له علاقة أنا. أي شيء ما ينحسب علي أنا لا أتهجم لا على أجيب مطار مسؤول ولا أي علاقة. أنا رجال أريد أعيش وأريد خبزتي وأريد كل ملزم توفر تيار كهرباء المواطن، مو بس كهرباء، مو بس تيار كهرباء. عمي احنا الامتحانات علينا، الزوار علينا، باش الاعراس علينا، القعدات علينا، القرايه مال النسوان كفيلك محمد هم الطفول. بعد شنو هو المنطي؟ العوائل الفقيره مجانا مو صحيح؟ بالاضافه مشغلين بكل مولده 3 شباب 4 شباب، هاي كلها وبالاضافه للتعب وللبهدله. ابو الحفاره يجي يقطع وايراتك، ابو الكهرباء اذا اجى ضايج هم قطع لك كيبل. واحترام وتقدير العمال الكهرباء كلهم اصدقائنا. شكرا سيد محمود، هذه خادم. اهلا وسهلا. وضحت الصوره ووصلت لاعضاء مجلس محافظه، واني اطلب من الساده اعضاء مجلس محافظه اي عضو مجلس في محافظه بابل خليجي ويقعد قبالي ويوضح للمواطن الاسباب الخلل. اذا كان يمكم يا مجلس محافظه فهذه كارثه، انه انتم ما خدمتوا المواطن في ابسط حقوقه الخدميه اللي ممكن يوفرها مجلس محافظه. واذا كانت دائره الكهرباء مقصره فالمفروض وواجب على مجلس محافظه متابعه الملف وتحويل الملف من دائره الكهرباء الى مجلس محافظه لتوفير كميات اضافيه من وقود الديزل الى اصحاب المولدات. الضحيه هو المواطن بين مجلس المحافظه وبين دائره الكهرباء وبين الجهه الرقابيه القائمه المقاميه. فنتمنى من الساده اعضاء مجلس محافظه ان يلتفتون للاهالي مو لاصحاب المولدات. اصحاب المولدات ما اخذنا من عده تبرير صاحب المولده، بل اخذنا مشكله حقيقيه، وصار الزام عليكم ان تصححون الاخطاء المتكرره في كل عام وفي كل موسم. شكرا جزيلا، نلتقي واياكم في حلقه اخرى ان شاء الله.